هعرفكم ازاي تستخدموا التريدميل او المشاية. طبعا لما بتروحوا الجيم اول حاجة هتشوفوها في التريدميل حاجة اسمها كويك ستارت. اول ما بتدخل على كويك ستارت هتلاقي ان المشاية بدأت تتحرك بس بطيء، زي ما انتوا شايفين كده. دي السرعة بتاعتها 8/10، حاجة بطيئة جدا. في زرار اسمه سبيد يعني السرعة، هتشوفوه دلوقتي اللي هو على الشمال ده. ايوه، اللي انا ضغطت عليه. من هنا بقى بتبدأ ان انت تحدد السرعة اللي انت عايز المشاية التريدميل تجري بيها. انا مثلا حددت 2.2، لازم تضغط انتر السهم الاخضر. اهي دلوقتي بقت على الشاشة على اليمين 2.2. دلوقتي بقت اسرع. طبعا تقدر تسرع، يعني كل شوية تقدر تسرع. طبعا الصورة مهزوزة علشان انا بتحرك. دلوقتي انا هغير السرعة خليها 3.3، وطبعا هضغط انتر عشان تتفعل السهم اللي هو الاخضر اللي تحت ده. دي طبعا الازرار دي اللي هي الفوق والتحت بتخلي المشاية تطلع لفوق شوية، اكنك طالع على منحدر او منحدر، فاكنك طالع سلم شوية. فكل ما بتزود بتبقى المشاية طالعة لفوق لكنك طالع على منحدر، فدي بتصعب الموضوع شوية. تقدر تمسك طبعا في ايديك في المشاية في الحتة المعدن اللي انا حاطة ايدي عليها، وطبعا دي اماكن تحط فيها ازازة المية او الموبايل زي ما انت عايز. وتقدر كمان تمسك في الحتة اللي هي السودة دي، ممكن ما تمسكش خالص. طبعا ده الوقت، ده الكالوري اللي انا حرقته 42 كالوري. اهو الوقت 8:47، يعني انا بقالي على المشاية 8 دقايق و47 ثانية. طبعا دلوقتي انا زودت السرعة ل5.5. حسيت بصراحة ان الدنيا حر، فعايزة افتح المروحة انتوا شايفينها فوق اهي، ده رمز المروحة، ده الزرار بتاع المروحة. هتضغط عليه هتلاقي الفان هاي، يعني المروحة طبعا بتغيرها تبقى لو. اهي المروحة هي السودة اللي فوق دي، هتلاقي فيها هوا طالع لك لو انت حسيت. طبعا في تكييف بس ساعات بتبقى حران من المشي السريع. طبعا انا مخليه السرعة دلوقتي 5.4. هبدأ اقلل، والزرار ده على فكرة بيزود ويقلل السرعة. اللي هو على اليمين ده برضو، يعني ممكن تعمل من الشاشة التاتش او ممكن تستخدم الزرار اللي هو على اليمين ده. طبعا انا دلوقتي بقت الساعة 13 دقيقة، بقالي 13 دقيقة وشوية، فانا خلاص انا هقعد 15 دقيقة مش اكتر. هبدأ اقلل السرعة عشان ما ينفعش اعمل ستوب على طول. يعني الزرار الاحمر ده عملت ستوب على طول ممكن تتكفي على وشك، ما تعملش على سرعة كبيرة قوي. ما ينفعش تعمل ستوب على طول، يعني من سرعة من 6 ل0 مش هينفع. فلازم تقلل السرعة تدريجيا. يعني انت لو بتجري على 6 او ماشي على 6 ممكن تقلل 5 وتقعد شوية، مثلا دقيقة بتمشي على 5، بعد كده دقيقة كمان بتمشي على 4، بعد كده دقيقة كمان على 3 على 2، لحد ما سرعتك تهدى خالص. بعد كده هتعمل ايه؟ تعالوا نشوف دلوقتي. طبعا انا قاعدة بقلل السرعة دلوقتي 2.7. دلوقتي في حاجة زرار هيظهر اسمه كول داون، اللي هو على اليمين ده كول داون. خلاص ان انت بتدوس ان انت بقى تبدأ المشاية ببطء قوي زي ما بدأت. شوف 8/10 السرعة، هتلاقيه تقريبا المشاية ما بتمشيش، يعني حاجة بسيطة قوي. هو طبعا حاطط لك دقيقتين، بس انت مش لازم تلتزم بالدقيقتين، هتفضل كده تمشي شوية لحد ما تتعود. بعد كده هتضغط على ستوب. خلاص كده المشاية وقفت الحمد لله. انت قعدت 16 دقيقة و9 ثواني وحرقت 2.